سؤال جالي كتير جدا الفترة دي. ادخل كلية الحقوق عربي ولا انجليزي؟ طيب، هم بيبقوا اصلا عايزين او بيحددوا ازاي هم او انا اعرف ازاي ان هم هيوافقوا عليا في الانجليزي او الفرنساوي ولا لا، وانا اقدم ازاي؟ طيب، اولا كلية الحقوق انت بتقدم كلية الحقوق جامعة طنطا مثلا، عادي خالص. هي مش هتلاقي في التنسيق كلية الحقوق انجليزي، لا، انت هتلاقي كلية الحقوق جامعة طنطا، جامعة اسيوط، جامعة اسكندرية، جامعة القاهرة. طيب حلو قوي، انا هروح جامعة طنطا قبلها، قبل ما اكتب التنسيق كمان اقول لهم يا جماعة انتم بتاخدوا درجة الانجليزي كام؟ يعني ايه درجة الانجليزي كام؟ كل جامعة بتحدد درجة الانجليزي لطالب الثانوية العامة، وتشوف لو انت جايبها يبقى هتتقبل في انجليزي، لو انت مش جايبها مش هتتقبل. طيب انا رحت جامعة طنطا لقيتها 35، رحت جامعة المنصورة لقيتها 34، اعمل الكلام ده قبل النتيجة. ليه؟ يبقى عندي خلفية. رحت جامعة اسكندرية لقيتها 40، رحت جامعة القاهرة لقيتها 45، يبقى انا الميت بجامعات اللي موجودة. طيب يجي النتيجة، خلاص انا بعرف مجموعي، بعرف درجة الانجليزي. وقت ما بعرف خلاص انا عرفت دلوقتي انا جايبه درجه الانجليزي اللي يناسب انهي جامعه، جامعه طنطا ولا جامعه بني سويف، جامعه اسيوط، ايا كان الوضع هيكون ايه. قبل ما اكتبها في التنسيق قالوا جامعه طنطا او انا اروح لجامعه طنطا، انتوا دلوقتي بتاخدوا درجه الانجليزي ايه؟ اتاكد، ربما يكون في نزل قرار جديد يا اما بالتخفيض يا اما بالزياده، اتاكد برضه. طيب لا والله احنا بناخد من 36 او من 35، خلاص يبقى انا خلاص عرفت كده ان انا هقدم كليه الحقوق جامعه طنطا. تمام، خلاص انا النتيجه ظهرت، التنسيق ظهر، بروح جامعه طنطا بكتب طلب التحاق ان انا فلان الفلاني وعايزه التحق بشعبه انجليزي. طبعا بالنسبه لجامعه طنطا مفيش غير انجليزي بس، في جامعات تانية فيها فرنساوي زي المنصوره واسكندريه والقاهره. خلاص انا كتبت ان انا عايز كليه الحقوق جامعه طنطا قسم انجليزي، وغالبا بيتصلوا بيا بيقولوا لي تعالى ادفع المصاريف، خلاص احنا قبلناك. طيب نيجي بقى لجزئيه ادخل عربي ولا انجليزي. على الواقع العملي الانجليزي هو المجال وهو الاساس دلوقتي. ليه؟ انا بشوف دلوقتي وظايف بقى بيطلب يفضل خريج حقوق انجليزي، ده بيتقال بقال الموضوع ده بقاله 3 سنين، سنتين 3 هو هيطلب انجليزي بس. ده الاتجاه العالمي، مش اتجاه مصر بس، لا ده الاتجاه العالمي. خلاص اللي ما عادش معاه انجليزي هو يعني كلغه حتى هو ملوش مستقبل قد كده، ومنحصر قوي في وظائف باللغه العربيه. ده جزئيه تانية عايزين نتكلم فيها، حتى لو احنا في حقوق عربي ناخد كورسات انجليزي. طيب حلو قوي، بعد ما خلاص انا كتبت الانجليزي وشايف بقى خلاص انا دلوقتي بقرر، او قبل ما اكتب الانجليزي انا بقرر حقوق عربي ولا انجليزي. انا قلت زي ما انا بقول دلوقتي الواقع العملي بيقول انجليزي. طيب في نقط لو انت عندك ما تدخلش انجليزي. طيب ايه النقط دي؟ انا اصلا مش شاطر في الانجليزي. يعني ايه مش شاطر في الانجليزي؟ بالمعنى اللي انا اقصده مش اللي انت مش عارف كلمات، لا، اللي انت بتعرفش تكون جمل. دي مشكله هتقابلك. ليه؟ كتاب الانجليزي صعب ان انت تحفظه الكلمه، فبالتالي لازم يكون عندك مهاره ان انت بتعرف تكون جمل. نسبه 99% كلنا عندنا المهاره دي او بالتدريب. طيب تاني حاجه ان انا بعرف احفظ، سواء بحفظ عربي او بحفظ انجليزي، لازم يكون عندي المهاره دي. طب انا عندي الاثنين دول تمام، خلاص ادخل توكل على الله في الانجليزي. طيب انا واحد اصلا ضعيف في الانجليزي وكاره الانجليزي ومش عايز اشوف الانجليزي، خلاص يبقى انا لازم ادخل عربي. ليه لازم؟ لان لما اجيب تقدير في عربي احسن مما انا ادخل انجليزي وما اجيبش تقدير. لان لما اجيب تقدير في عربي يبقى خلاص انا هعرف اقدم في كل الوظائف وهقبل فيها، تمام. لكن لما اجيب تقدير وحش في الانجليزي او في قسم الانجليزي انا مش هتقبل، كاني ما عملتش اي حاجه، يبقى انا اجهدت نفسي على الفاضي، دفعت فلوس على الفاضي وما استفدتش بيها. تمام، يبقى خلينا متفقين الانجليزي لو انت هتعرف تحفظ كويس، تعرف تكون جمله بالانجليزي كويس، حابب الانجليزي، ادخل انجليزي، جاهد فيه، ذاكر كويس. لكن لو انا مش بطيء اصلا ماده اللغه، وده مش عيب مش عيب فيا او مش عيب فيكوا او مش عيب في حد، هي مساله قدرات. انا دايما اقوي النقطه القويه فيا مش النقطه الضعيفه. طب النقطه القويه عندي ان انا بعرف احفظ عربي كويس جدا، يبقى خلاص يبقى انا اتوكل على الله في العربي، هحقق نتيجه افضل
وتقدير افضل مما انا ادخل انجليزي ما احققش. طيب حلو جدا، يبقى احنا كده النقطتين دول اساسيين. تالت حاجه، عندي امكانيات ماديه. عندي امكانيات ماديه لايه؟ عندي امكانيات ماديه ان انا ادفع 15 او 20 الف مصاريف كليه انجليزي. عندي، خلاص ادفع. لا ما عنديش وهتبقى صعبه على اهلي مش عندي امكانيات، يبقى انت كده بتموت نفسك، هتبقى في ضغط نفسي رهيب. لا ما انا هنا لو اشتغلت، انت ممكن يجي في دماغك ما اصل انا لو اشتغلت عربي مش هلاقي فرصه. لا ما حدش قال الكلام ده. انت ممكن تقوي نفسك بعد كده في كورسات انجليزي وتشتغل عادي، بس الفكره ان انت لو عندك مقدره من الاول تمام، لو مش عندك مقدره خلاص يبقى انت كده بتموت نفسك وبتتعب اعصابك ومش هتجيب تقدير. انا عندي المهم التقدير، تجيبوا عربي تجيبوا انجليزي مش مشكله. طيب انا خلاص دخلت عربي وتوكلت على الله فيه وخلاص، انا كده عايزه اتساوى بالانجليزي. مفيش حاجه اسمها تتساوى بالانجليزي، يعني مفيش شهاده تاخدها تبقى زي كانك خريج حقوق انجليزي. لا هي مش العمليه مش كده. انت هتاخد شهاده ان انت محترف في اللغه الانجليزيه، تمام؟ ده اللي هيفيدك. مفيش حاجه اسمها بعادل، عشان بيجي لي السؤال ده كتير، انا عايز اعادل حقوق عربي حقوق انجليزي. لا مفيش حاجه اسمها معادله اصلا هنا خالص. انت هتاخد كورسات انجليزي من مكان معتمد كويس، هتبقى تمام. هتبقى تعرف ان انت تدخل الدبلوماسيه تعرف تجاوب، تدخل محامي في اي مكان تعرف تجاوب، تدخل نقدر نقول تسافر بره تعرف تجاوب. خلاص هتحترفها بقى كاحتراف مش كدراسه. طيب معنى كده ان انا لما ابقى خريج حقوق انجليزي مش هحتاج كورسات انجليزي؟ لا طبعا هتحتاج كتير جدا كمان. انت بس هيبقى عندك الاساسيات، لكن كدراسه وكاحتراف وكمهنه تقدر تمتهن من بيها او يعني تقدر تشتغل فيها لازم تاخد كورسات انجليزي. هنبقى نتكلم على موضوع تاخد الكورسات الانجليزي دي فين او الفرنساوي او الالماني دي بعدين في حلقه فيديو بعد كده ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي بعد. سلام.